النقط اللي هي بتستهويني انا ببتدي اخدها كوبي وبيست واحطها في الدوكيومنت ده، تمام. وبعد كده النقط دي باخدها وابتدي اتكلم مع الشات جي بي تي تاني. طيب اوكي النقطة دي اشرحها لي اكتر. طيب انا ما عنديش خبرة في النقطة دي، ممكن تشرحها لي كأنك بتشرح لواحد فعلا مبتدئ في المجال ده خطوة بخطوة، تبتدي تتكلم معاه. هي دي او هو ده اللي انا بقول عليه يا شباب، ازاي تتكلم لغة الذكاء الاصطناعي. يبقى بعد ده انت ما تدخلش للشات جي بي تي او ايا كان ذكاء اصطناعي انت بتستخدمه، ما تدخلش تكتب له كلمة وتمشي، لا ادخل اتكلم معاه، اتحاور معاه بحيث ان هو يفهمك انت عاوز ايه بالظبط. وانا بسمي الطريقه دي اللي هو الاي اي انترفيو ميثود، كانك قاعد بتعمل انترفيو. عارف انت لما تعمل انترفيو واحد يسالك انت امكانياتك ايه، انت شغلك ايه، انت الباك جراوند بتاعك ايه، انت ايه عشان يقدر يوظفك في المكان المناسب. فهو بالظبط كانه انترفيو. وانت ممكن تقول للجي بي تي قول له تعالى نعمل برين ستورم او تعالى نعمل انترفيو واسالني اي اسئله عشان انا حتى يكون عندي صوره كامله عن نفسي. احنا كتير من الاوقات انا ما بيبقاش عندي صوره كامله عن نفسي. انا ممكن مفكر ان انا مثلا كويس في مجال معين، ولكن انا ممكن اقول للشات جي بي تي اعمل لي اختبار من 6 اسئله او 10 اسئله في المجال ده اللي انا مفكر ان انا كويس فيه، بحيث ان انت تختبرني وتحدد الليفل بتاعي. ودي برضو تركايه. بعد ما يحدد الليفل بتاعك قول له طيب انا عاوز بقى اخش ليفل البرو، ايه اللي ناقصني؟ تعالى كده اكتب لي جدول، او تعالى مع بعض نفكر ازاي ان انا اطور نفسي في النقطه دي. الرساله العميقه اللي انا عاوز برضو اقولها يا شباب، اذا ما كنتش قادر تشرح للاي اي انت عايز ايه، فصدقني انت في حياتك مش عارف انت عايز ايه. بس انت متخيل لو انت مش قادر تشرح للاي اي انت ايه مشكلتك، يبقى انت مش عارف اصلا تشرح لنفسك مشكلتك. الاي اي مش بيفكر لك، الاي اي بس بيشيل الغمامة وبيكبر لك الصورة وبيوضحها لك اكتر مما كنت تتخيل. وافتكر ان مش بعد ما يجيب لك الخطة خلاص، لا انت برضو بتحاوره. قول له ازاي ابتدي الخطة دي من بكرة. ده اللي ناس كتير ما بتعملوش، يعني بيجيب له الخطه ويقعد بقى يسرح وهو رايح الشغل وهو رايح السوبر ماركت. الشات جي بي تي والله قال لي خطط جميله انا عاوز افكر ابتدي. لا، هو نفس الشات جي بي تي خلاص اساله قول له اعمل لي خطه من بكره، من بكره اكون مستعد. وممكن تقول له كمان قول له انا بفقد التحفيز مثلا بسرعه، ان انا ما اكونش متحفز بسرعه. هو الموتيفيشن زي ما انا قلت في فيديوهات قبل كده يا شباب هو احساس، واحنا الاحساس ساعات بيكون عندنا عالي وساعات بيكون واطي. فانت دايما قول له اعمل لي خطه بحيث ان انا ما اكونش فاقد التحفيز. وكل مره بتتكلم معاه قول له مثلا دايما ابتدي بسطرين كده تحفيز عشان ان انا اقدر اواظب او اكمل على الخطه بتاعتي. والخلاصه افتكر ان في ناس بتخش على الشات جي بي تي او على الذكاء الاصطناعي تقول له هات لي فكره، وفي ناس تانية بتاخد الفكرة وتاخد قرار سريع وتنفذ أسرع. فنقول تاني الفرق مش في الأداة أيا كان أنت الأداة اللي بتستخدمها إيه، إذا كنت في الصين، إذا كنت في ألمانيا، إذا كنت wherever. الفرق في المايند سيت، الفرق في طريقة التفكير. والله اللي غيرك بيعمله في سنة أنت ممكن تعمله في 6 شهور، واللي غيرك بيعمله في 6 شهور أنت ممكن تعمله في 3 شهور، واللي غيرك بيعمله في أسابيع أنت ممكن تعمله في أيام وساعات. فيلا يا بطل توكل على الله. ويا ريت يا شباب اللي جرب منكم الطريقة دي يكتب لنا في الكومنتس هو حاسب إيه بعد